بسم الله الرحمن الرحيم. كل طرف من أطراف الصراع العربي الإسرائيلي يريد أن يسير المقترح الأمريكي لوقف الحرب في غزة وفق مصالحه، لعدم وضوح البنود التي جاءت في المقترح والصيغة التي تحمل أكثر من معنى. مصر تستضيف المفاوضات لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وهو مبادلة الأسرى والرهائن. وفي الوقت اللي التفاوض شغال فيه في مصر، قامت بإدخال المعدات الثقيلة والجرافات لبدء تمهيد الأرض لزيادة المخيمات المصرية داخل القطاع. مصر بتعمل اللي فيه مصلحة الفلسطينيين. بمناسبة احتفالات أكتوبر، كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما منتصرين. أحمد الشرعي قام بإلغاء الاحتفالات بنصر 6 أكتوبر 1973، ولسه في ناس بتقول إنه حرر سوريا وإنه ضد دولة الكيان. يا جماعة، هو اليوم ده مين اللي بيحتفل بيه ومين اللي بيبقى يوم اسود على دماغه؟ هو بقى مع أي حاجة تخلي اليهود يبقوا راضيين عنه. مرة يسلمهم سلاح الجيش السوري بالكامل ويتم ضربه، ومرة يسلمهم ملف إيلي كوهين الجاسوس الإسرائيلي اللي بقالهم سنين عاوزين يحصلوا على هذا الملف من المخابرات السورية، ومرة يلغي احتفالات نصر أكتوبر. يعني الإخوان اللي بيدعموا أحمد الشرع النهاردة لو كانوا كملوا في حكم مصر كانوا ألغوا هم كمان الاحتفالات بالنصر، اللي بالمناسبة هم بيعتبروا إن إحنا ما انتصرناش أصلا. ويبقى ساعتها الإسرائيليين حتى ما فيش احتفالات مصرية ولا سورية ولا عربية تفكرهم بهزيمتهم ونكستهم. وهم دول اللي بيقولوا إحنا بنحافظ على الإسلام وعاوزين الحكم بالشريعة الإسلامية، والإسلام منهم براء. نروح لروسيا. هاكرز يخترقون وزارة الدفاع الروسية ويكشفون وثائق غاية في الأهمية والسرية. كشفت هذه الوثائق عن صفقة أسلحة نوعية كانت متجهة إلى مصر وتم تحويلها للجيش الروسي للقتال في أوكرانيا. وقد كشفت الوثائق عن قرار روسي مفاجئ في نوفمبر 2022 بسحب شحنات أسلحة جاهزة للتصدير لمصر وتحويلها إلى الجبهة الأوكرانية. وكانت تحتوي الشحنة على منظومة حرب إلكترونية وتشويش متطورة يتم تثبيتها على المقاتلات لمنع أجهزة الرادار من اكتشاف الطائرات أو تحديد موقعها بدقة، مما يزيد من صعوبة إسقاطها. بالإضافة إلى مكونات كانت مطلوبة بشكل عاجل لمقاتلات سوخوي 35 الثقيلة، رغم عدم تأكيد مصر على امتلاك هذه المقاتلات رسميا. ونروح لجائزة نوبل. ترامب شغال بإيديه وأسنانه عشان يوقف الحرب في غزة قبل يوم 10 أكتوبر، عشان اليوم ده هيتم اختيار الفايزين بجائزة نوبل. وأكتر من مرة قال ترامب إن هو يستحق الحصول على هذه الجائزة. النهارده بقى عضو بالحزب الجمهوري اسمه مالك فرانسيس قال إن ترامب يتصرف كطفل صغير يريد مكافأة على كل ما يفعله، موضحا أن الحديث عن منحه جائزة نوبل للسلام يعد عارا على مؤسسة نوبل نفسها، خاصة بعد أن سمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال 9 أشهر بارتكاب ما وصفه بالإبادة الجماعية وتجويع الأطفال وتدمير غزة. وأكد فرانسيس أن الرئيس السيسي الوحيد الذي يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام، لأنه يعمل من أجل الشعب الفلسطيني، ولولا لكان هذا الشعب قد تعرض للتهجير من غزة، مشددا على أنه الإنسان الوحيد الصالح لمنح هذه الجائزة لما يحاج ضد مصر من جميع الحدود. ويتصرف الرئيس السيسي بكل دبلوماسية وسلام وقوة في نفس الوقت. اللهم احفظ الرئيس السيسي واحفظ مصر وانصر أهلنا في فلسطين.